الغابة، وقبل ما بتنادي على حد يساعدها بيضربها فرانسيس وبيكتفها وبيرجعها تاني لكروك، وبيقرر كروك انه يعاقب ابنه لانه سبب في كل اللي حصل ده، وبيجبره انه يتحرش بماري وهم مكتفينها لحد ما بيش بتشتمه وتقول له انه مثير للشفقة، وده اللي بيخليه يروح ويطعنها بالسكينة ويقتلها قدام ماري، وبيتهجم على ماري وبيغتصبها قدام ابنه، اللي بتفضل ماري تطلب المساعدة من جاستن عشان ينقذها من اللي هي فيه، لكنه بيفضل قاعد وبيسمع ماري وهي بتصرخ ومش قادر يعمل حاجة لأنه خايف من أبوه. بيشد كروك السلسلة اللي لابساها ماري وبيرميها ناحية جاستن، واللي بياخدها وبيخليها معاه، وبتحاول ماري إنها تقف على رجليها بعد اللي حصل لها، وبيكون في إيديها صخرة كبيرة وبتضرب بيها كروك عشان تقدر تجري ناحية البحيرة، وبتبدأ إنها تعوم وتبعد عنهم، لكن كروك بيفضل يضرب عليها نار بمسدسه لحد ما بتيجي رصاصة في كتفها، وبيفتكر كروك إنه قتلها، وبيسيبوها وبتبدأ العاصفة والسما بتمطر، وبيفضلوا ماشيين على الطريق اللي كانوا راكبينها لحد ما بيوصلوا